شكرا للزملاء في الاستوديو هنا من خارج ملعب مونتري مع الجماهير التونسية. سريعا ما تعليقك على النتيجة؟ ما تعليقي والله يفضحونا. شو نقول لك، نية تعبت، انسان تعبت نفسانيا وبدنيا. تو كي تجي نشوف هكا اللاعب تو يلعبوا كيما هكا، تو علاش هكا؟ تو يا ربي مش حرام تو يلعبوا كيما هكا؟ والله الجمهور المكسيكي كله معنا، الجمهور اليوم 60,000 مكسيكي ولا 50,000 مكسيكي، كلهم معنا مع تونس، يقول لك تونس وهم يلعبوا كيما هكا. تو والله حبيت ندرك وجهي ليه، حبيت فضح، حشمت على روحي، حبيت ندرك وجهي، اما الله غالب. ربي ماذا تقول؟ ماذا اقول يزيونا من هاو بدل انترونور، هاو عمل هكا. كنا احسن ديفونس في افريقيا، ولينا اخي ديفونس في العالم. لازمنا حاجه تتبدل اليوم. ريت اليوم يزيد من ناحيه انترونور، جيب انترونور من المنبع. الفيدراسيون لازمها تراجع نفسها. كلمه نتيجة ثقيلة، ماذا تقول عنها؟ خايبة امل كبير. انا نطلب من الجامعة التونسية شوفونا حل، شوفونا انترمون، اصرفوا فلوس، عملنا لنا حاجة. شوفوا المغرب وين، شوف الجزائر وين، شوف مصر وين، شوف احنا تونس وين. ماذا تقول عن هذه المباراة؟ والله واش باش نقول لك، واش باش نحكي، واش باش نقول كما قال لك التونسي. احنا تو اليوم جينا وتعبين سي مش برشا، مي الحمد لله جينا وتعبين شوي. مي واش مش تعمل اليوم؟ خيبة امل كبيرة، فضيحة تقعد في التاريخ. اليوم تجي في المكسيك وتاكل 5 ضد السويد، معناتها ليكيب اصغر وحده في الواحد، مش سبا نورمال. سريعا بالتأكيد حالة حزن وعدم رضا عن هذه النتيجة. حزن كبير، واقل كلمة تنجم توصف الوضع اللي خيبة امل كبيرة. لا دفاع، لا حارس، لا خط وسط، لا خط هجوم، لا مدرب يرشد اللاعبين. خيبة امل كبيرة. سريعا رايك؟ تعليق بالتأكيد. يعني شيء يعني انت ياسر يدنى له الجانب الليبي، يعني شيء سخيف. يعني تونس بلا روح، معناتها المنتخب التونسي بلا روح. المنتخب التونسي معناتها عار عن المنتخب التونسي اللي صار. عباد جات من انحاء العالم، جاوا من اوروبا، من امريكا الشماليه، من كندا، من امريكا. معناتها شيء عار. شكرا لهذه الجماهير التي كانت معي هنا خارج الملعب. عودة للزملاء في الاستوديو. شكرا لجابر. هذا الانفعال ربما يبدو منطقيا من الجماهير التونسية التي ذهب جزء كبير منها للآلاف من الكيلومترات لتشجيع المنتخب التونسي ولحضور هذه المباراة هناك في مونتري. لكن أحد مشجعين كابتن تيسير، كابتن كريم قبل قليل، مشجع قال الفريق الأسهل في المجموعة. كابتن كريم قال على الورق يبدو ربما المنافس الأقل. هل يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب لهذا الأداء المنتخب التونسي، أنه توقع أن المنتخب السويدي هو فعلا منتخب سهل، على عكس الواقع منتخب قوي جدا؟ لا أكيد طبعا. المنتخبات الأوروبية بلا شك يعني مختلفة تماما عن منتخبات أفريقيا أو آسيا. يعني يضم لاعبين جيدين، وهذا معروف من قبل البطولة أنه يمتلك لاعبين مميزين يلعبون في أفضل الدوريات في أوروبا. فلذلك المنتخب السويدي كان واضح أنه من الفرق القوية في هذه المجموعة. لكن هو التصفيات شيء وكاس عام شيء. شفنا ارقام ونتائج تونس في التصفيات، وذكرنا في بدايه الاستوديو ان السويد لم تحقق انتصار، تاهلت عن طريق دوري الامم. لكن الان الوضع مختلف كما صحيح. بس التصفيات يعني في فرق بين القارتين كمستوى فني عالي، يعني عالي اكيد بلا شك. القاره الاوروبيه في رتم مختلف تماما. بس حتى الفرق موجود بين اسيا واوروبا، وشفنا فوز كوريا الجنوبيه مثلا. شوف كوريا الجنوبيه واليابان حاله استثناء في آسيا، لأن اشتغلت بشكل كبير في بس كانوا عاديين في التصفيات مثل السنوات السابقة، صح؟ نعم. استراليا تركيا. نعم، استراليا وتركيا. هذه ممكن من المفاجآت صراحة، لأن تركيا تمتلك أسماء. واستراليا نعم. كانت عادية في التصفيات جدا، يعني حتى تغيروا شكل فريقهم بشكل كبير. ولكن ممكن زعل الجمهور التونسي مبرر، لأن الجمهور التونسي حار دائما. يعني حتى لعيبتنا، يعني ممكن أنا تفاجأت أن المنتخب التونسي ما ظهر على الأقل بالشراسة، لأن المنتخب التونسي أو شمال أفريقيا معروفين بالشراسة، حتى لو ما تكون أدائك في الملعب بشكل
جيد، ولكن دائما هناك شخصية داخل الملعب، وفي شراسة كبيرة على قتالية على الكرة، الثنائيات في نص الملعب، هذه كلها ما كان موجودة. ممكن منتخب تونس من سنوات طويلة ما لعب بالشكل هذا، لكن الشعب التونسي يعني ممكن زعل على أداء الفريق اللي ما كان يعني صحيح. في التصفيات المنتخب كان ممتاز وكان متماسك، ولكن مباريات كأس العالم في رتم مختلف تماما، تحضير له مختلف، التهيئة النفسية مختلفة، فلذلك يعني أدائهم يعني من الناحية الشراسة لم تكن موجودة في مباراة اليوم. طبعا ننتقل إلى زياد في تونس نستمع كذلك لردود أفعال أخرى من جماهير المنتخب التونسي في بلادهم. نتابع. مرحبا مجددا. طبعا نرصد آراء الجماهير التونسية بعد أولى لقاءات المنتخب التونسي أمام السويد. اللقاء كيفاش تبعتوا اليوم؟ اكيد نتيجه عكس انتظارات. الناس معناها مصبحه للصباح، معناها وجيعه كبيره ياسر، يعني 5-1 نتيجه صعيبه على الاخر. يعني تونس بتاريخها يعني في كاس العالم نتصور عمرها ما صارت 5-1، هذه مؤلمه على الاخر. لازم مراجعه تامه يعني للاطار الفني للجامعه، مراجعه تامه يعني هذا يعني شعب تونس ورايه تونس راهو ما لازمش هكا نذلوا رواحنا زاد، فهمتني؟ لازم كيما تشوف انت المروك والجزائر، يعني نحن زاد عندنا ما نقولوا في رواحنا. ما نخرجوش احسن ترتيب، كان خسرت مع السويد، جابون باش تعمل ماتش يزولي حاضرين لاخر دقائق، واكيد تبعتوا من بدايه اللقاء لنهايته. اللقاء يزولي ما نعرفش كيفاش تبعتوه، كيفاش شنو نجم نخرجوا به اليوم. نحن ما خرجنا بشيء، تونس العمر ديما هو اللي يجيبهم الاطراح، هم الجوارات اللي تجيب. ان شاء الله يا ربي نعمل. طبعا هذه كانت اراء الجماهير التونسيه من منطقه المشجعين في تونس العاصمه وتحديدا من سيدي بوسعيد. شكرا لزياد ولمشجعي تونس الذين بقوا حتى الساعات المتقدمة من صباح هذا اليوم في تونس لمتابعة هذه المباراة. عندما نتحدث عن المنتخب التونسي، عن العناصر تحديدا، هناك من يرى بأن هذا الجيل بين قوسين هو جيل فقير فنيا، على الرغم من أن معظم لاعبي تونس تقريبا كحالة الجزائريين والمغاربة يلعب الجزء الأكبر منهم في أوروبا، لكن في أندية أقل بكثير من لاعبي من لاعبي المغرب أو من لاعبي الجزائر. هل هذه المشكلة؟ اكيد طبعا مشكله بالنسبه لتونس، ولكن عندهم اللاعبين زي ما انت ذكرت محمد بيلعبوا في مستويات عاليه، ولكن محتاجين المدرب اللي ازاي ان هو يقدر يستفيد من امكانيات اللعيبه ديت. يعني الفريق الاول تقريبا حنا بعد هبط مع بيرنلي الى الشامبيونشيب هذا الموسم. هبط، بس هو كاداء المغرب فيها ناس في ريال مدريد وفي اكبر الانديه بكل تاكيد، في باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. في طبعا منتخب المغرب بيملك عناصر ممتازه، منتخب الجزائر عنده عناصر ممتازه على الناحيه الفرديه والناحيه الجماعيه، وعندهم مدربين ممتازين، لكن اعتقد ان مشكله تونس ما عندهمش المدرب اللي بيستخدم امكانيات اللعيبه بالطريقه الصحيحه. هرجع لورا شويه، انك انت سالت كريم عن نقطه ازاي انت في التصفيات لم تستقبل ولا هدف. 10 مباريات 10 كلين شيت. كلين شيت مع كابتن سامي الطرابلسي. صحيح. في اخر ماتشين استقبلت 10 اهداف. انا اشوف ان اقاله كابتن سامي كان خطا كبير جدا من الاتحاد التونسي. اولا عندك مدرب صعد كاس عالم، 10 مباريات 9 مكسب، هو دربهم 7 و8، معظم التصفيات كان هو مدرب. كلين شيت في ال10 مباريات. ممكن تكون اخفقت في مباراه او 2 في بطوله افريقيا، لم يحالفك الحظ، وارد جدا في كره القدم، ولكن ما تنساش الانجاز اللي عمله. هي مباراه نيجيريا لانه هو خرج بركلات ترجيح. مباراه مالي خسر نيجيريا، خرج من مباراه مالي بضربات ترجيح، ولكن ده وارد في كره القدم انك ممكن تخرج من بطوله، سوء حظ سوء توفيق، لكن وارد. لكن ما تنساش الانجاز الكبير ان المدرب عمله، اللي هو الوصول لكاس العالم بطريقه ممتازه. يمكن الفريق الوحيد او المنتخب الوحيد في افريقيا اللي صعد كاس العالم بكلين شيت. طيب مش ممكن كلامنا كله يتغير لو شفنا مباراه مختلفه في الجوله الثانيه وتغير الاداء؟ لا اعتقد يا محمد بالطريقه ديت صراحه. انت ما تشوف في مؤشرات؟ كره القدم بتعطيك معطيات دائما في كره القدم. استحاله انك انت يبقى في رياكشن بعد مباراه السويد ومستقبل 5 اهداف، والاخطاء اللي موجوده دي بدائيات في كره القدم محمد، بدائيات في كره القدم، واخطاء من مدرب قبل اللاعبين، اخطاء في التغييرات. بس ممكن اراجع اموري واصحح كل شيء واغير
كل شيء. انا ممكن اراجع اموري لو أدخل بشكل لو بلعب مغاير مرة مقبلة. لو بلعب في تصفيات، لكن مش في كاس العالم قدام المنتخبات الكبيره، قدام انت هتلعب هولندا اليابان. انت شفت مباراه هولندا اليابان النهارده، مباراه سريعه، مباراه فيها اهداف، مباراه فيها بس الايجابي انها انتهت بالتعادل، يعني اثنين عندهم نقطه، يعني ما زال عند تونس فرصه. اكيد عند تونس فرصه. في كره القدم دايما بتعطيك فرصه، ولكن مش بالاداء ده، مش لازم المدرب يصحح اخطاء الاول قبل اللعيبه. طيب اخطاء المدرب في التغييرات، اخطاء المدرب في بدء اللاعبين مش في اماكنهم الاساسيه، كل الامور ديت لازم تصلح في 3-4 ايام القادمه قبل المباراه القادمه. متفق ولا انتم متشائمين بزياده؟ لا انا بتفق مع احمد. مش قاسيين شويه؟ يعني كانكم حطيتوا حكم مبدئي بان ربما في هذا كاس العالم هذه تكون اول مره تخرج تونس ب3 هزائم، هذا لم يحدث تاريخيا. لا انا اتكلم عن المباراه اليوم اللي شاهدته اليوم من عمر. ما في مؤشرات تعطينا انه ممكن نشوف منتخب مغاير في الجوله المقبله. كرة القدم الحاجه الايجابيه في كرة القدم انه تعطيك فرص. يعني اكيد ونتمنى ان فما رياكشن تصير، وانا متاكد ان صعب جدا ان نتعاود مباراه مثل كارثيه مثل المباراه هذه. المدرب اكيد يراجع نفسه، اكيد اللاعبين تحفيز كبير، مسؤوليه كبيره اكيد، لكن المباراه اللي شاهدنا اليوم مباراه عندي مع من عمري اللي شفت مباراه المنتخب التونسي بالطريقه هذه وبال يعني السجاده هذه سيئه جدا على كل المستويات. لم ننجح في اي حاجه على مستوى يعني التكتيكي، على مستوى يعني اللعب، على المستوى الفني، اخطاء فرديه، مدرب لم يتصرف من اول المباراه، من التشكيل الاول، الاخراج اخر لاعب لم نتصرف بالشكل الجيد. مش نرجع كلمتين على مقارنه المنتخب التونسي بالمنتخبات المغاربيه يعني الاخرى، المغرب او الجزائر. صحيح لاعبين منتخب الجزائر والمغرب يلعبوا ينشطون تاريخيا، كانوا دائما ينشطون في بطولات كبيره، لكن المنتخب التونسي والمنتخب المصري مغاير. عندنا بطولات كانت قويه، وعندنا لاعبين في الدوريات كانت قويه وكانت تسيطر في افريقيا على مستوى الانديه وكذلك على مستوى المنتخبات، وهذا اللي فقدناه في السنوات الاخيره. لم يعد لنا كره قدم على مستوى الانديه، على مستوى التكوين.